كل سنة بنعيد نفس الدايرة، تيجي أول السنة نقعد نكتب أهداف كتير، وبعدين يعدّي الوقت ونلاقي نفسنا إن إحنا ما حققناش أي حاجة من اللي إحنا كتبناها. فعشان كده قررت أبدأ 2026 بشكل مختلف، شكل يكون واعي أكتر وأوضح في الأهداف اللي إحنا هنكتبها. عشان كده عملت planner سهلة وبسيطة يساعدنا نفهم نفسنا الأول قبل ما نكتب الحاجات اللي إحنا عايزين نحققها. فاعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا. وخلّيني أقول لك الأول ليه أهداف السنة مهم إنك تكتبها. أول حاجة علشان لمّا بتكتب أهداف السنة بتبقى عارف أنت هتشتغل على إيه بالضبط، يعني مش بتبقى الأفكار موجودة في دماغك بس بتقول أنا السنة دي إن شاء الله هاعمل 1، 2، 3 وتلاقي إن أنت بعد شوية كده هتنسى الحاجات دي. فلمّا بتبقى أهداف السنة بتخلّي كل خطوة محسوبة، بتعرف كمان إيه المهم اللي هتبدأ بيه وإيه اللي هيدّيك فايدة أكتر لو اشتغلت عليه السنة دي. من الحاجات الحلوة كمان في الأهداف اللي بنكتبها وهي بتدّيك إحساس بالإنجاز، بمعنى إنك لمّا بتبقى مثلًا تيجي بعد كل شهر تشوف الحاجات اللي أنت اشتغلت عليها، بتلاقي إن أنت ما أنا أنجزت حاجات، فدي بتدّيك شعور بالإنجاز. ودايمًا بتراجع كل فترة، يعني مثلًا كل 3 شهور، كل 4 شهور بتراجع وتشوف هل أنت اشتغلت على الحاجات دي والّا لسه مركونة. فبتلحق نفسك بدري، يعني لو أنت كتبت أهداف السنة وجيت راجعت عليها بعد فترة هتلاقي نفسك أنت لسه ما اشتغلتش، فتلاقي إن أنت لسه عندك وقت تاني من السنة تشتغل عليها. وده كمان بيخلّيك عندك شعور كده إن كل يوم بيبقى عندك خطة وحاجة هتعملها، فبتبقى عارف الدنيا ماشية إزاي معاك، تمام؟ بعد بقى ما عرفنا ليه أهداف السنة مهمة، تعالوا بقى أوريكم حاجة تحفة وهتسهّل الدنيا علينا جدًا. عملت planner مرتب وبسيط وسهل وأي حد يقدر يستخدمه. فيلا نشوف كل صفحة بتتكلم عن إيه وهنعمل إيه بالظبط وإيه التفاصيل وإيه الحاجات اللي هتتكتب. أول صفحة عندنا وهي الكالندر، دي بتخليك تشوف السنة كلها من فوق، من أول شهر يناير لحد شهر ديسمبر، فبتبقى كده نظرة مجمعة عن السنة. نيجي بقى للصفحة الأقرب لقلبي، أنا الصراحة بحب قوي الحاجات اللي بتبقى الرسايل اللي بنكتبها لنفسنا لما يجي بعد فترة نشوفها، باحس اللي هو إيه الجمال ده يا جماعة، إيه الجمال ده! فبجد باحب أوي الحاجات اللي إحنا بنكتبها لنفسنا ونيجي بعد شوية نشوفها. فالصفحة دي اسمها رسالة لنفسي القديمة. بنكتب فيها إيه بقى؟ بنكتب فيها رسالة لأنا القديمة، أنا بتاعة السنة اللي فاتت. احكي مثلًا عن أي حاجة عملتيها كانت بتفرحِك، أي حاجة عملتيها زعّلتِك مثلًا من نفسِك، أي حاجة حابة تقوليها ل لنفسِك بتاعة السنة اللي فاتت. اشكريها إنها بس عدِّت معاكِ وحاولت والدنيا بقت زي الفل. الصفحة دي ممكن تكتب فيها أخطائك اللي عملتها، النجاحات، نصايح لنفسك القديمة. أنت بس اقعد اتكلم مع نفسك وقُل كل اللي أنت عايز تقوله. تخش بقى على صفحة من أهم الصفحات اللي موجودة عندنا وهي رؤية السنة. الصفحة دي مش علشان نكتب أهداف وخلاص، لأ، دي علشان نحدد إحنا عايزين إيه بالضبط من السنة، عايزين السنة تمشي إزاي. وأول سؤال هتلاقيه في الصفحة دي وهي كلمة السنة. وكلمة السنة دي بنكتب فيها إيه؟ بتكتب أنت عايز تعيش السنة دي إزاي، يعني لخّص السنة في كلمة واحدة. مثلًا ممكن نقول هدوء، تركيز، شجاعة، التزام. شوف إيه اللي ناقصك ولخّصه في كلمة واكتبه، وهي دي بتبقى كلمة السنة. السؤال التاني هتلاقيه عندك وهو الإحساس اللي عايز تعيشه أكتر، وده مش هتكتب فيه إنجازات ولا أرقام ولا أي حاجة، أنت بس تكتب فيه إيه الإحساس اللي عايز يفضل معاك أكتر في طول السنة، مثلًا إحساس بالراحة، بالاستقرار، بالحماس أكتر. شوف إيه الإحساس اللي حاسس إنه هو شوف إيه الإحساس اللي أنت عايز يفضل معاك وقت أطول في السنة. أعتقد أنت فهمت، تمام، إن شاء الله فهمت. بعد كده حاجات عايز تزوّدها في حياتك أكتر، زي مثلًا وقت لنفسك أكتر، حركة أكتر، قراءة، عايز تبقى اجتماعي شوية أكتر. أي حاجة حاسس إن هي ناقصاك اكتبها هنا. حاجات عايز تقللها زي مثلًا ضغط، مقارنة، سوشيال ميديا، تسويف، تأجيل. كل حاجات أنت حاسس إن هي محتاج تقللها خالص السنة دي بتكتبها هنا. وهتلاقي بعد كده سؤال بيقول أهم أولوياتك، وهنا مش هنكتب كل أهداف السنة اللي إحنا عايزين نعملها، هنكتب بس الحاجات المهمة اللي لو السنة خلصت وإحنا عاملينها بس هنبقى إحنا كده راضيين والدنيا زي الفل. يعني اختار كام حاجة، 3 بالكتير مثلًا، ودول يبقى أهم
حاجة عندك ومن الأولويات. بعد كده هتلاقي سؤال وده آخر سؤال بيقول لك أهدافك الأساسية في 3 كلمات، 3 كلمات مش هتكتب جمل طويلة، هتكتب بس 3 كلمات صغيرة بتلخّص فيهم اتجاهك في السنة، يعني اكتب فيهم أي 3 كلمات حاسس إن هُم بيبقوا محتاجين يبقوا موجودين معاك في السنة، يعني المفروض الصفحة دي بتضبّط البوصلة بتاعتك، اللي هو بتوجّهك للي أنت المفروض هتعمله قبل ما تكتب فعليًا الأهداف اللي أنت عايزها، علشان نضمن إن كل هدف بنكتبه يبقى معانا في نفس الاتجاه اللي إحنا مركّزين عليه. يعني مثلًا ممكن في آخر سؤال ده تكتب صحة، تعليم، نفسي أكتر، فدول ال3 جوانب اللي أنت عايز مثلًا تركّز عليهم في السنة دي. بعد كده هتلاقي صفحتين فيهم أسئلة، المفروض إن الأسئلة دي فكرتها إن هي تخلّيك تتكلّم مع نَفْسك أكتر، اقرا الأسئلة وجاوب عليها، ويا ريت تكتب اللي أنت بجد حاسّه واللي أنت بجد شايفه كويس، لإن في الآخر دي حاجة كده معاك يعني ما حدّش يشوفها، فدي لازم تبقى صريح مع نَفْسك في الحاجات اللي أنت بتكتبها دي، تمام؟ وفي مثال على الأسئلة اللي موجودة في الصفحة دي مثلًا إيه أكتر حاجة كنت فخور بيها السنة اللي فاتت، إيه الحاجة اللي كنت محتاج تعملها وما عملتهاش، ولو رجعت للسنة اللي فاتت كنت هتقول لنفسك إيه، دي أمثلة بسيطة على الأسئلة الموجودة عندك صفحتين، كوباية الشاي بتاعتك واقعد بقى انطلق. بعد كده هتلاقي أفكار لأهداف السنة، الصفحة دي فيها أفكار واقتراحات جاهزة للأهداف اللي ممكن تكتبها عشان لو مش عارف تبدأ منين. هتلاقي أهداف عن الصحة، التعليم، تطوير الذات، العادات اليومية، وحتى الأفكار الصغيرة اللي ممكن تفرق في حياتك. أنا ما سبتلكش حاجة، كتبت لك حاجات كتير ممكن تختار منها اللي يعجبك أو تلهمك الأفكار بتاعتك. أنا مش هارمِك من أي حاجة أهو. إحنا دخلنا على المهمة الصعبة، صفحة أهداف السنة واللي كلنا متحمسين علشان نكتبها. دي بقى المفروض مساحتك الشخصية اللي أنت بتكتب فيها كل الأهداف اللي أنت عايز تعملها إن شاء الله في السنة الجديدة. اقعد بقى اكتب فيها براحتك من غير ما تضغط على نفسك، فكر براحتك، خد يوم 2 3 أسبوع براحتك خالص، جمع حاجات اللي أنت شايف إن هي بجد مهمة واللي أنت بجد عايز تعملها واكتبها. مدياك خانات كتير، صفحتين تقريبا، صفحتين، واكتب فيهم اللي أنت عايزه. بعد بقى ما فكرنا كويس وشربنا الشاي بتاعنا بالنعناع، أهم حاجة النعناع، ما حدش بيشرب شاي من غير نعناع يا جماعة، ونقعد نتخانق على الحتة دي، نتخانق ماشي، الشاي معروف بالنعناع. لا يا جماعة باهزر معاكم، أكيد مش هنتخانق، يعني أنتم حبايبي فأكيد مش هنتخانق أكيد. المهم الفكرة كلّها من تقسيم الهدف الكبير ده على الشهور، هو إنك تقدر تقيس أنت وصلت لإيه فيه. يعني مثلًا لو أنت كتبت إن أنت عايز توصل لمستوى معيّن في لغة معيّنة، أكيد مش هنكتب كده وبعدين نسكت على كده. لأ، هنعمل إيه بقى، هنقول مثلًا أنا هاشتغل الشهر ده على الجانب ده من اللغة، والشهر اللي بعده هاشتغل على الجانب ده، فتحس إن الهدف الكبير لو اتقسّم حتت صغيّرة بيبقى سهل إن أنت تعمله. الحاجة الكبيرة اللي أنت كتبتها في الصفحة بتاعة أهداف السنة، هتاخدها وتقسّمها حتت صغيّرة وترميها في الشهور بتاعة السنة. وبعد كده هتلاقي صفحتين لبناء العادات الجديدة اللي أنت عايز تضيفها معاك السنة دي، ممكن تكتب عادة جديدة كل شهر وتتابعها، هتلاقي مكان تكتب فيه العادة ومكان عشان تعلّم فيه كل ما تعمل الحاجة دي. بعد كده هتلاقي صفحتين أنا سايباهم فاضيين، دول علشان لو أنت عايز تضيف حاجة أنا نسيت أكتبها أو أنا ما كتبتهاش، أو لو أنت حابب تضيف حاجة مش موجودة تقدر تعملها براحتك، سايباهم فاضيين، ابدع فيهم زي ما أنت عايز، تمام. وفي الصفحة الأخيرة هتلاقي شوية نصايح مهمة جدًا، خُد وقتك وأنت بتقراها وخلّيها دايمًا في بالك، هتساعدك تضبّط السنة بشكل أحسن. وحاجة أخيرة قبل ما نخلّص الفيديو بتاعي النهارده، وهو إن الplanner دي مش مهمتها إنها تخلّيك حد مثالي، مهمتها هي إنها هتخلّيك بس تmanage الحياة أو تmanage الحياة اللي أنت عايز تعملها، بلاش الأفورة في الحاجات اللي إحنا بنكتبها، ونخلّي دايمًا مساحة لمفاجآت الحياة، لإن أنت مثلًا دلوقتي عايز تعمل حاجة ممكن بعد كام شهر تلاقي نفسك أنا خلاص مش عايز أعمل الحاجة دي، فخلّيك مرن مع نفسك والعادي الحاجة اللي حاسس إن أنت مش عايز تعملها عادي جدًا تشيلها وكأنها مش موجودة وما تعملهاش. تصدقوا لسه ما كتبتش الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، يعني هانزّل الفيديو ده إن شاء الله وهاعمل شاي، وهاقعد بقى أكتب الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، بس أنا لحد دلوقتي لسه ما كتبتهاش. بس الدنيا مضغوطة أوي مش عارفة ليه، بس عادي هاقعد نكتبها. وكمان
يا جماعة إحنا هنتابع مع بعض بقى الحاجات اللي إحنا كتبناها دي على الإنستجرام، فما تنسوش تتابعوني هناك عشان بانزّل حاجات كتير، وهتلاقوني مثلًا كل كام شهر كده بافكّركم إيه يا جماعة وصلتوا إيه الحاجات اللي إحنا كنا كاتبينها، عملتوا إيه كده، لازم تتابعوني هناك، لازم. بس أتمنى إن يكون الفيديو ظريف وقدرت أفيدك بأي حاجة حتى لو بمعلومة صغيرة، وبس كده كل الحب من ناديومي وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، باي.